وراح نسوي ممر شرفي. شلون؟ يا بتسوي ممر شرفي، سوي ممر عادي، سوي مرافق لهم، سوي لهم اي شيء تريدوا تسوي، ماكو مشكله. هو ايش بقى بيها الموسم؟ هي ظلت على الممر، انا اوقف فيه، انا اوقف في الممر الشرفي واوزع شاي وكعك مع ولفاتها موزع. طلاب عندها امتحانات غير نادي سيء، اولادنا عندهم امتحانات ودا يقرون، تسهرهم لحد دقيقه 82 وبعدين تفوز بالاخير. لا يا هذا يا هواي كلمات بذيئه ما اريد اقولها. ليش تسهرون طلاب؟ شنو ذنب الطالب هذا يدرس؟ اكيد عباله كان سهران ودا يتابع مباراه برشلونه وانتظرهم يخسرون، مسوي فت سيناريو وراح يخسرون بفلان لعبه ومفوزهم بالكلاسيكو وبعدين يخسرون لا، للاسف انا مو بهاي السخافه. واذا ما مصدق جيب نفر كباب احلف لك عليه. سيناريوهات كره القدم اللي جاي تسوى صارت سخيفه، انه انت الدقيقه 80 82 اداءك سيء، فريقك تعبان، اوساسونا احسن منك، تجي تفوز. واي لماذا تقطع السهره؟ تنسى تسوي لي فول عزيزي، صار وانا ما قايل لكم اياها، انت تغلسون فانا ذكرك. بالنسبه لمباراه برشلونه صح فريقهم كان سيء جدا واداء برشلونه كان جدا سيء للدقيقه 82، بعيدا عن انه اوساسونا اصلا كانت سيئه بالشوط الثاني وكانوا يستحقون الخساره بالشوط الثاني اوساسونا. بس هي برشلونه اداء سيء، اداء زين، اداء مو زين، انا فايز، انا متصدر، انا فارق عنك كنا 14 او 15 نقطه حاليا. فيقول لك اي دونت كير، جو يور سيلف. شكرا جزيلا لمتابعتكم، مستمرين بالسيناريوهات السخيفه بهذا الموسم، و مع السلامه.